7 على الماء، وفي المساء 7 على الماء، وانفث واشرب 7 بعد الفجر، وبعد المغرب 7 على الماء، وواصلت. وبعد كان أحس بهذا كالبلغم، كلما قرأت مثل كان الإنسان يريد أن يطرش أكرمكم الله. لا إله إلا الله. وكان يخرج مع هذا. ثم تشافيت من ذاك الوقت، لا احتجت لا دواء ولا علاجا. أنا مريت يمكن 7 سنوات يا شيخ، والله أحيانا أني أقطع الجلسة وأذهب بعيدا، وإني من الآن أنعصر، وإني أخذ مهدئات. أنا عشت على المسكنات ترى. نعم، كنت تسافر دول لأجل علاج هذا المرض. نعم، مسكنات إلى المستشفى الأمريكي في باريس، وجلست أتعالج هناك، ورحت مستشفيين في مصر، وهنا حول 4 مستشفيات، وكانوا في الأخير أنا أخذ مسكنات فقط. سبحان الله. إلى أن قرأت كلام ابن القيم، أعطتك الدواء. أحد المشايخ قال وين أنت عن سورة الفاتحة؟ فأعطاني الدواء. صدق، حتى هو يقول بارت العلاجات عندي، لكن ملك الملوك إذا أراد. يا أخي السورة هذا فيها شيء عظيم، لا إله إلا الله. يقرأ الأئمة عندنا كأنها جديدة أول مرة. امرأة رجل الآن يشكون بأنه عين، سحر، حسد، مرض، هلم جرة. أبغى أطبق مثل ما طبق الدكتور عايض القرني بآلية استخدام مويه زمزم مع سوره الفاتحه في اليوم، كم مره، كم كاس. اولا يطبقونها اقرأوا تجربه ابن القيم في الجواب الكافي، اسمه الدواء والداء. ثانيا، نعم، انا اللي تجربتي الشخصيه، بعضهم يعني يضيف لها المعوذات اذا كان يمكن سحر وعين وشيء، لكن المعوذات رهيبه. خير الاخلاص 3، والفلق سوره الفلق 3، والناس 3. انا كنت 7 بعد الفجر على الماء نفث ثم اشربه، وبعد المغرب طبعا باعتقاد وانك يعني مهتم، وانك تريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وتريد ان يشافيك الله. العلماء اللي انا بدون اسماء يقول حنا تشافينا بهذه الطريقه، سبحان الله. وبعدين رميت هذا العلاج كله، لم احتج اليه ابدا. وماء زمزم يا شيخ، ماء زمزم ما شرب له. انا ماء زمزم، وتصدق احيانا افقد ماء زمزم ما في سفر ومكان، فالعادي العادي، حتى قال العلماء الماء العادي الله، لكنه زال والحمد لله، برد وسلام، ولم أشعر من تلك الفترة ولو بنبض ولا شيء. لا إله إلا بينما الله يعلم بما مر، الله يعلم. والله إني دخلت تخصصي مرة فقط لإعطائي، حتى الطبيب تعجب، أنتوي وأنعصر، فأعطاني علاج ما يصرف تعرف إلا بوصفه، وقال لابد تنوم علشان الألم، وغيره. في الأخير ينهون إلى أن يعطوني مسكنات بس للداء، يعني مسكنات.